هل عصيانك يمنعك من أن تكون داعيا إلى الله؟ لا، ادعو إلى الله فلعل الذي تدعوه يفعل. انت ما تفعلش، انما اشعت واحد انه يفعل. ما يمكن ربنا يعمل عمليه جبر لك اللي خليت واحد يفعل. الرجل الذي كان يطوف وقال، الراجل الثاني سمعه، قال اللهم انك تعلم اني عاصيك. والله اقرار كويس امام ربنا ده، ولكني احب من يطيعك فاجعل حبي لمن اطاعك شفاعة لي في معصيته. شوف حتى العاصي. طيب الذي لا يصلي حتى ما بيصليش يبقى داعي الى الله ولا مش داعي الى الله؟ يبقى داعي الى الله. كل خصلة خير يشعها في الايه؟ يشعها في الناس. الظلم ده كله يقول لك لا يموت ظالم في الدنيا، مش بس في الدنيا لا يموت ظالم حتى ينتقم الله منه. ليه؟ ويقول لك ولازم من تمام انتقام الله منه ان اللي ظلم يشوفه عشان يشفي نفسه ايه؟ يشفي نفسه منه. يقول عجبت لمن خاف. اي واحد يخاف من اي حاجه. عجبت لمن خاف ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني اي واحد يخاف من اي حاجه يفزع الى ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فاني سمعت الله بعاقبها يقول ايه؟ انقلبوا بنعمه من الله وفضل. شوفوا عبارته حتى وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع الى قول الله سبحانه وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. فاني سمعت الله بعاقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مضى. يجب ان نتربى جميعا في ان القضاء اذا نزل نسلم به. اول مرحله فيه لا يرفع قضاء حتى يرضى به. محدش ميله يضرب ربنا، مش هترضى هيفضل الايه؟ ولذلك الذين يعيشون في البلاء طويلا هم السبب. ليه؟ لانهم ما رضيوش بالله. لو رضوا لرفع الله الايه؟ اذا رضينا بقضاء يقول من رضي بقدري اعطيته على قدري. استعاذة قارئ القرآن بالله من الشيطان اعداد للنفس حتى تستقبل كلام الله بصفاء لا يشوبه نزغ من الشيطان. وحين تستعيذ من الشيطان وهو خلق الله تستعيذ بمن خلقه. لا يقوى الشيطان على أن لا تكون له مواجهة إلا إذا انفرد بك دون خالقك. أما أن تكون في معية خالقك فلن يجرؤ الشيطان أن يذهب إليك أبدا. ولذلك المعية مع الحق سبحانه وتعالى يعطيها الله صورة تخلع قدرته على العاجز. ظلم النفس أن تحقق لها شهوة عاجلة لتورثها شقاء دائما. يبقى أنت ظلمتها، يبقى أنت ما حققتش لنفسك شهوة، ما حققتش لنفسك شهوة. ليه؟ لأنك أنت أعطتها شهوة إيه؟ عاجلة، وبعدين جبت لها الشقاء اللي تبقى أنت ظلمتها ولا لأ؟ وظلمتها. ده ظلم النفس، ده أشقى أنواع الظلم. لأن لما تيجي تظلم الغير معقول، إنما تظلم نفسك دي مشكلة. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. يبقى أي عاص يعصي الله بترك أمر أو بالإقبال على منهي عنه في ظاهر الأمر أنه يحقق لنفسه متعة. فإن كان فيه أمر من الصلاة وعايز يتكسل وينام، في ظاهر الأمر بيحقق لها إيه؟ متعة.